ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه النهارده؟ جايبه لكم بقى النهارده حته فيلم ملوش حل. بس قبل ما نبدا الفيلم بتاعنا هسالكم سؤال: ايه رايك في تصرف واحده ست سمحت في اللي قتل جوزها؟ المفروض كانت تسامح ولا ان هي تفكر ان هي تنتقم منه؟ هستنى كومنتاتكم في التعليقات تحت. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا الفيلم بتاعنا سوا. فيلمنا بيبدا في قريه صغيره في منطقه الجبال، وبنشوف اتنين بيحبوا بعض، عامر وزينات، وبيطلب منها يتجوزوا قبل ما يسافر السعوديه عشان هو مسافر عشان شغله. وفي مكان تاني بنشوف واحد اسمه شنكر قاعد مشغل اغاني لمراته ميرا، وبيكونوا مبسوطين مع بعض. بعد كده عيلته بيوصلوا البيت وباين انهم بيخافوا منهم، وبيدخلوا المطبخ وبيكملوا الرومانسيه بتاعتهم. بنرجع تاني وبنشوف زينات وعامر وهم بيتجوزوا فعلا وبيكتبوا الكتاب. شنكر هو كمان بيكون مسافر السعوديه، وميرا بتكون حزينه جدا انه بيسيبها لوحدها، بس بيقول لها انه هيطمن عليها على طول، وبيقول لها انت هتفضلي في قلبي ودماغي طول الوقت يا عم على الرومانسيه. وبيهزروا مع بعض شويه. تاني يوم كل واحد منهم بيستعد للسفر وبيودع اهله، وعامر بيعرف ابوه وامه على زينات وبيقول لهم انها امانه عندكم لحد ما ارجع، وكان باين انهم مش موافقين على الجوازه. شنكر بيودع اهله وبيمشي، وميرا هي كمان بتفضل تعيط وهي شايفاه بيبعد عنها، وزينات كمان بتعيط على عامر، وعامر بيديها هديه سلسله بتاعته وبيودعها وبيمشي. بعد شهر ميرا بتروح مكتب البريد عشان تاخد الفلوس اللي شنكر بعتها، وبتروح تتكلم معاه في التليفون وتطمن عليه، والمكالمه كانت كلها رومانسيه، راجل رومانسي من اول الفيلم اصلا. وبترجع ميرا القصر بتاعهم، ونعرف انهم بيأجروا عشان الفلوس، بس دلوقتي رجعوا له عشان شنكر مش مخليهم محتاجين حاجه. وابوه وامه اخيرا بيرضوا على ميرا لان بسببها شنكر بقى بيبعت فلوس زياده. زينات هي كمان بتتعود على اهل عامر وبياخدوا على بعض، وكمان بتديلهم كل الفلوس اللي بيبعتها، ست اصيله، وهي بتصرف على نفسها من شغلها. الاتنين حياتهم بتتحسن اكتر، ويوم بعد يوم بيتعودوا على العيش المستريحه اللي هم بقوا فيها، لحد لما في يوم ميرا بتلاقي ان شنكر ما بعتش فلوس في الشهر ده، ولما بتتصل عليه بتلاقي حد تاني بيرد عليها وبيقول لها خبر موت جوزها على ايد واحد اسمه عامر. وميرا مش بتقدر تتحرك وبتقعد مكانها وهي مش مصدقه، بتتصدم. وفي نفس الوقت زينات بيجي لها تليفون وبتعرف اللي حصل، وان عامر قتل زميله في السكن. بتروح ميرا بترجع القصر وبتقول لاهل جوزها، وزينات هي كمان قالت لعيله جوزها. وبنرجع لميرا وهي بتبدا الحداد، وقلعوها كل الزينه اللي لابساها وقعدوا يصوتوا حواليها. وزينات واهلها كانوا متجمعين، والشرطه بتوصل عشان يفهموهم القضيه ماشيه ازاي. زينات بتقول ان عامر كان دايما بيحكي لها على صاحبه شنكر، وانهم كانوا قريبين من بعض جامد، وانه مستحيل يعمل حاجه زي كده غير بالغلط. فالظابط بيقول لها ان ده بالظبط اللي سمعناه من عامر، والجيران كمان قالوا انهم كانوا اصحاب، بس لحد دلوقتي مفيش شهود كانوا في مكان الحادث، ولحد دلوقتي مفيش دليل، والاعدام هيتحدد انه هيكون بعد شهرين بالظبط من دلوقتي. فزينات بتساله لو في اي حاجه ممكن يعملوها، فبيقول لها انه معاه قرار عفو لو قدرت تخلي مرات شنكر تمضي عليه، وساعتها القاضي هيعتمد العفو ده ويطلعه براءه. وقال ان عيله شنكر عايشين في بلد اسمها راجستان، وزينات بتقرر انها تقابل مرات شنكر وتخليها تمضي على الورقه عشان جوزها يعيش، دي لو شافتك هتعمل منك كفته. فابوها كان قاعد بره وبيقول لها انت حتى ما تعرفيش اسمها ولا عنوانها، بس بتقول له انها مش هتستسلم حتى لو هتلف راجستان كلها. فابوها بياخدها لواحد صاحبه وبيطلب مساعدته عشان يوصل ميرو لراجستان ويديلها معلومات عنها. بيوافق على طول وبياخدها طول الطريق وهي بتفكر في جوزها وازاي هتقدر تخليه يعيش. وفي نفس الوقت كانت ميرا دخلت فتره حداد وبقت طول الوقت في البيت ومش بتخرج غير للمعبد، وكمان شالوا كل هدومها الملونه من الدولاب وسابوا لها كل اللبس الغامق. وبنرجع لزينات وهي بتوصل راجستان، وصاحب ابوها بيقول لها انه عنده شغل وكده اخره معاها، وبتشكره على اللي عمله وانه وصلها. أهل شنكر بيكونوا رجعوا لبيتهم القديم وأجروا القصر تاني، وكانوا عمالين يلوموا شنكر عشان هو السبب، وكل همهم العيشة بتاعتهم. وميرا كانت سامعاهم وبتعيط. في الوقت ده زينات بتدخل مطعم وبيجي واحد غريب يقعد معاها وبيقول لها أنا عارف إنك بتدوري على واحدة ومحتاجة منها حاجة، وأنا ممكن أساعدك بس محتاج أكل. زينات بتديله الأكل بتاعها. طيبة أوي زينات دي، بتديله أكلك ليه؟ بس بعد ما بيخلص بيكون بيضحك عليها وبيقول لها إنه ممثل وكان بيقدم عرض، وبيقعد يعمل اللي قدامها أدوار وبيسيبها وبيمشي. وبعد ما بيمشي زينات مش بتلاقي الشنطه بتاعتها، وبتطلع بسرعه تدور عليه. يعني انت اديتي له اكل وكنت طيبه معاه وهو طلع حرامي اصلا. وزينات بتقعد في الشارع لحد بالليل وبتمشي تدور على مكان تبات فيه، وبيطلع عليها واحد وبيقول لها المكان خطر عليكي ولو جيتي معايا هتبقي في امان، بس بترفض وبتسيبه وبتمشي. وبيطلع واحد تاني وبيقول لها نفس الكلمتين، وبيمشي وراها لحد لما بتوصل لطريق مسدود. بيقرب منها بس فجاه الممثل اللي قابلته الصبح في المطعم بيظهر، وكان لابس زي شرطي
بوليسي وبيمثل انه ظابط، وبيقدر يخوفهم وبيخليهم يمشوا، وبيقعد معاها لحد الصبح وبيجيب لها اكل على حسابه، وبيرجع لها شنطتها وبيقول لها ان حالتها صعبت عليه وما كانش يقصد انه يؤذيها. قالت له خلاص لو عايزني اسامحك لازم تساعدني، وبتوري له صورة عامر وشنكر وبتسأله لو يعرفهم، فبياخد منها الصورة وبيركز جامد وبيلاقي لوحة في الخلفية، وبيقول لها انه ممكن يعرفوا اللوحة دي جاية منين. بعد كده بيفكر يمثل دور ايه، وبيختار محصل الضرايب وبيروح لمحل طباعة وبيخليهم يكبروا الصورة ويطبعوا منها كذا نسخة. بياخد الصور وبيعرف ان اللوحة جاية من مكان اسمه نجرول، بيتجهوا لهناك وبيوصلوا قدام المدينة وبتكون البيوت كلها شبه بعض. بس زينات بتقول انها مش هتستسلم وبتبدأ تدور في كل مكان وبتمشي في المدينة وبتسأل بس مش بتوصل لحاجة. والممثل كان ماشي معاها لحد ما زهق وقال لها انا اعرف واحد ممكن يساعدك. بياخدها وبيقابل السيد جي، ولما بيعرف موضوعها بيوافق يساعدها وبياخد منها الصور وبيطلع عارف المكان بالظبط وبيوصف لها الطريق لحد هناك. فبتوصل البيت وبتخبط على الباب واخوه بيطلع لها وبتقول له ان عايزه تقابل اهل البيت، وبيخليها تدخل تقعد معاهم وبتعرفهم على نفسها وانها مرات عامر اللي قتل شنكر بالغلط، وانها بس محتاجه تتكلم مع مراته. هيعملوا منك كفته، انا قلت لك اهربي. وابو شنكر بيقول لها انت ليكي عين تورينا وشك هنا تاني بعد اللي جوزك عمله؟ انت مش عارفه ايه اللي حصل لنا بعد ما شنكر مات. بتحاول تفهمهم انهم كانوا صحاب وان عامر ما يقدرش يعمل حاجه زي كده، بس ام شنكر بتقوم وبتطفي على وشها اصلا قلت لك يا بنتي اهربي. وبيطردوها من البيت بس من غير ما تقابل ميرا، وبيتفقوا ان محدش يعرفها حاجه. بتخرج وبتلاقي الممثل بيكون مستنيها بره وبتقول له على اللي حصل وان مفيش حل غير انهم يراقبوا البيت لحد لما مرات شنكر تخرج ويعرفوا هي بتروح فين ويقابلوها هناك. والممثل بقى يقعد قدام البيت كل يوم، وكل مره بيكون لابس شخصيه غير اللي قبلها، وبيقدر يمشي ورا ميرا وبيعرف انها بتخرج مره واحده وبتروح للمعبد وبترجع تاني. فبيروح عشان يقول لزينات وبيلاقيها انها اجرت بيت صغير علشان يقعدوا فيه، ولما بتعرف بتقوله انها هتقابلها بكره. تاني يوم بتصحى تغسل وشها وبتستعد عشان تقابلها وبتروح المعبد تستناها لحد لما تيجي. بتسلم عليها وبتقول لها انا اسمي زينات وعايزه مساعدتك، وميرا بتعرفها على نفسها وبتقعد معاها. زينات بتلاقيها طيبه قوي وعشان كده مش بتعرف تقول لها اللي هي عايزاه، وبتقول لها ان جوزها مختفي وبتدور عليه. فميرا بتقول لها ان في مصنع جديد فتح في البلد وعمال كتير جت اشتغلت فيه، ممكن جوزك يكون معاهم. بتقول لها انها تسال صاحب المصنع لان هو اللي مأجر القصر بتاع عيلتهم. الاتنين بياخدوا على بعض في الكلام وبيستريحوا لبعض جدا وبيبقوا اصحاب. فزينات بترجع بالليل والممثل بيقول لها انت مش كنت زعلانه عشان بكدب؟ اهو انت كمان بتعملي كده. قالت له انت مش فاهم حاجه، واني لما قابلت ميرا عرفت شخصيتها وما قدرتش اقول لها على حاجه. وبنرجع لميرا وهي بتطلع صوره وبتقطعها نصين. وتاني يوم عند المعبد ولما اختها الصغيره بتيجي، زينات بتعلمها ازاي بيرموا السلام في بلدهم. بعد كده بتقعد مع ميرا وبتديها صوره عامر عشان توريها لصاحب المصنع، وميرا بتبدا تحكي لها عن معاناتها من غير جوزها وانها مش قادره تعيش لوحدها. فبتقول لها يا رب تلاقي جوزك عشان ما تبقيش زيي. فزينات قالت لها ان كل واحد عنده القدره انه يغير حياته بقراراته الخاصه ومش ملزم انه يسمع كلام حد، وانها عادي ممكن تفرح وتلبس اللي هي عايزاه، وده مش معناه انها نسيت جوزها وانه اكيد هيفضل في قلبها على طول. فالبنت الصغيره بيعجبها الكلام وبتطلب منهم يخرجوا ياكلوا حاجه حلوه، وميرا بتقول لها ان ممنوع عليها حاجه حلوه لان جوزها ميت، ودي عاده من عاداتهم ممنوع ياكلوا اي حاجات حلوه. بس زينات بتقنعها تروح معاهم وبيوصلوا المحل وبتكون مستخبيه احسن حد يشوفها، لكنها بتكون مبسوطه. بعد كده كل يوم ميرا وزينات بيتقابلوا وبقوا اصحاب اكتر من الاول. وفي يوم ميرا كانت رايحه المعبد وبتسمع اغنيه وهي ماشيه وبترقص، ما بيكونش في حد حواليها، بس لما بتوصل المعبد بتقعد تعيط عشان عملت كده وبتقول انها غلطت. بس زينات بتقول لها عادي انت ما غلطتيش وان كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه. بعد كده بعد ما بيتكلموا شويه بتقنعها تغير من نفسها ومن تصرفاتها، وبتاخدها للسينما بيتفرجوا على فيلم مع بعض. ولما بيخرجوا ميرا مش بتكون عاوزه ترجع البيت وبتاخد زينات عشان يركبوا جمل مع بعض. بس لما بيروحوا بيلاقوا الممثل هناك عمل انه صاحب الجمال، وبيسالوا عن سعر الجوله وبيقول لهم انه هياخد 20 روبيه. فميرا بتقول له انت عايز تضحك علينا ولا ايه؟ قال لها خلاص 10 بس. ضحكت وقالت له ان الجوله هنا مش اقل من 50 روبيه، وباين عليك انك اول مره تشتغل هنا. وبعد ما بيركبوا بيلاقوا الجمل مش عايز يقف، والممثل عمال يتحايل عليه لحد لما ميرا هي اللي خلته يقوم وبيتمشى شويه في الصحراء. وكان في راديو معاهم وبيلاقوا اغنيه
اشتغلت عليه، وميرا بتاخده وبتجري بسرعة، فزينات بتروح معاها وبيقعدوا يرقصوا مع بعض. بعد كده زينات بترجعها البيت، وميرا بتقول لها انها اول مرة تتبسط كده وانها كانت محتاجة صديقة زيها من زمان. فزينات بترجع وبتكون حاسة بالذنب وبتقرر انها خلاص هتقول لها الحقيقة. ما تقول لها يا زينات بقى الحقيقة. في الوقت ده ميرا راحت لصاحب المصنع وادت له صورة عامر عشان يشوف اذا كان من العمال عنده ولا لا، ولما بتمشي بيفضل باصص عليها بالليل في الكوخ. والممثل بيقول لزينات انا عارف انك بتحبي جوزك وعايزة تساعديه بأي طريقة، بس انا بعد كل الوقت اللي قضيته معاكي بدأت اتعلق بيكي، وعشان عارف ان ده غلط انا مش هقدر اكمل معاكي. تاني يوم بيكون هيمشي ويودعها، وزينات بتديله رقم اهلها وبتقول له يتصل عليهم ويطمنها انها قربت ترجع، وبعدها بتمشي. بالليل صاحب المصنع بيكون عند ابو شنكر وبيقول له عايز منك خدمة، وصاحب المصنع بيطلب منه ياخد ميرا لحد البيت بتاعه اللي بيبنيه جنب المصنع، وساعتها يرجعوا له القصر وميرا وفوقيهم 500,000 روبية. ابو شنكر بيوافق بس ما كانش يعرف ان ميرا كانت سامعة كل حاجة. تاني يوم زينات بتصحى وبتلاقي الممثل قدامها وبيقول لها انه اتصل على اهلها وعارف منهم ان ميعاد الاعدام اتقدم وبقى بعد يومين بس. ميرا بعد كده بتمشي واختها بتيجي وبترمي السلام زي ما زينات علمتها. ابو شنكر بيسالها مين اللي قالك كده، فبتقول له الست اللي بتقابل ميرا في المعبد على طول. في الوقت ده زينات قابلت ميرا وقالت لها على كل حاجه عشان تلحق ترجع لجوزها، بس ميرا بتصدم من اللي سمعته وبتضربها بالقلم وبتقول لها حتى انت خنتيني وكل ده كنت بتضحكي عليا عشان تستغليني. فزينات بتقول لها انا ما كنتش بضحك عليكي، انا فعلا حبيتك من كل قلبي، وكل الوقت اللي قضيناه مع بعض ده ما كانش تمثيل. وقالت لها انت في ايدك تنقذي حياه عامر من الموت. ميرا بتقول لها انا كنت مستنيه اليوم اللي قاتل جوزي يموت فيه ودلوقتي عايزاني اسامحه. فميرا بترفض انها تمضي على الورقه وبتمشي. زينات بتقعد تعيط في مكانها. بعد كده ميرا بترجع البيت وبتلاقي ابو شنكر مستنيها وبيقول لها عملتي ايه مع مرات اللي قتل جوزك وانه بسببك شرفنا بقى في الارض. ميرا كانت جايبه اخرها وقالت له انت اخر واحد تتكلم عن الشرف بعد ما كنت بتعمل صفقه امبارح مع صاحب المصنع وعايز تبيعني ليه عشان الفلوس. وبتقول له انا كنت دايما فاكره انك راجل عاقل ومحترم بس طلعت راجل مش محترم. وبيتعصب عليها وبيقوم يمسك ايديها وهيكون هيضربها، فبتسيبها وبتمشي وما بتقدرش تقول له حاجه. بس لما بتدخل اوضتها بيقفل عليها بالمفتاح وبتقعد طول الليل تفكر في اللي المفروض تعمله مع زينات. وزينات كانت خلاص هتمشي وفقدت الامل ومش بتعرف تنام لحد الصبح، وبتلم حاجتها وبتمشي. وفي نفس الوقت جدة ميرا بتاخد المفاتيح وبتدخل لميرا وبتقول لها انها مش عارفه تعمل ايه، وجدتها بتقول لها تمشي ورا قلبك وضميرك، وان اكيد واحده زي زينات مش ممكن تسافر المسافه دي كلها وتبذل كل المجهود ده وهي عارفه ان جوزها غلطان. فميرا بتقول لها انها كانت دايما حاسه ان زينات مش بتكذب وصادقه معاها طول الوقت. بعد كده بتخرج بسرعه وبتجري لحد المعبد وبتلاقي ورقه العفو هناك لسه في مكانها، وزينات كانت سايبه لها رساله بتفتحها وبتبدا تقرا وبتلاقي زينات بتعتذر لها على اللي عملته وبتطلب منها انها تسامحها، وبتقول لها ان مهما حصل هي هتفضل صاحبتها الوحيده ومش هتنساها ابدا. ميرا بتاخد الورقه وبتطلع تجري لمحطه القطر عشان تلحق زينات اللي كانت خلاص بتركب القطر، والقطر بيقف يحمل وزينات بتركب وميرا بتوصل في نفس الوقت وبتكون تعبانه من الجري بس مش بتستسلم وبتبدا تبص في كل شبابيك القطر لحد لما بتلاقي زينات وبتقعد تضحك شويه وبتديلها الورقه. وزينات لما بتشوفها بتفرح جدا ومش بتكون مصدقه انها وافقت وجوزها هيعيش خلاص. وخلاص القطر بيكون بيتحرك والاتنين بيبصوا لبعض وهم بيضحكوا، بس فجاه زينات بتخرج من الباب وبتمدلها ايديها، وميرا اول لما بتشوفها بتجري عليها من غير تفكير وبتمسك ايديها وبتركب معاها والاتنين بيحضنوا بعض. ايه رايكم في الفيلم؟ انا الفيلم عجبني جدا. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناه عشان اسمكم يظهر معانا الفيلم اللي جاي، وعشان تشوفوا كل الافلام الجديده. اشوفكم في فيلم جديد. باي باي.